السلام عليكم. النهارده هعمل معاكم بقى المكرونه البشاميل وصوص البشاميل الرهيب ده، وازاي يطلع معاكم جوسي كده من غير ما يكون متكتل معاكم. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنجيب حله فيها ميه مغليه، احط فيها معلقه صغيره كده من الملح، ونزلت عليهم بكيسين نص كيلو من المكرونه الاقلام. انا هنا عامله صينيتين، الصينيه بتاخد معايا نص كيلو من المكرونه. بعد كده يلا بينا نعمل خلطه العصاج. احتجت كده صينية او وok، حطيت فيه معلقة صغيرة كده من السمنة، ونزلت عليهم ببصلتين كده كبار مفرومين ناعم، ونزلت عليهم كمان بنص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ورشة حبهان. واول ما دبل معايا كده البصل، نزلت عليهم بقى بنص كيلو كده من اللحمة المفرومة. انا الصينية بتاخد معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة. بعد كده نزلت عليهم بربع كيلو من الصدوق، تقدروا تحطوه او ما تحطوهوش، بس بيدي طعم كده جميل قوي لصينيه البشاميل. نزلت عليه كده بمعلقه ونص صغيرين من البهارات المشكله، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، ورشه حبهان، ورشه جوز الطيب، ونص معلقه صغيره كمان من البهارات اللحمه. ونزلت عليهم كمان بمعلقتين كده صغيرين من الملح، وهقلبهم كويس جدا. وكده العصاج جاهز معايا. بعد كده المكرونه بتاعتي اتسلقت، هصفيها من الميه من غير ما اغسلها. بعد كده يلا بينا نعمل بشاميل. احتجت نص كوبايه من السمنه، عليهم نص كوبايه من الزيت، وهنزل عليهم كمان بكوبايه الا ربع من الدقيق، وهقلبهم كويس جدا لغايه ما اتمزجوا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. واول ما يطلع ريحه الدقيق كده واحس الدقيق استوى معايا، هنزل عليهم بكيلو من الحليب الاول. بعد كده هقلبه كويس جدا لغايه ما يدوب معايا الدقيق ده خالص. تقدروا تعملوا الخطوة دي او اللي انتوا تعملوا الرو ده لوحده وتسيبوه يبرد، وبعد كده تنزلوا عليه بالحليب السخن وتقلبوا كويس جدا، او العكس زي ما انا عملت كده. الرو بتاعي كان سخن، وحطيت عليه كمان حليب يكون ساقع. بعد كده نزلت عليه بمرقتين، ورشة كده من الفلفل الاسود، ورشة من جوز الطيب، وقلبت كويس جدا. وبعد كده هنزل عليهم بالكيلو اللبن التاني، وهقلب كويس جدا. صينية البشاميل بتاخد للصينية الواحدة نص كيلو من المكرونة الأقلام، وبتاخد كيلو من الحليب، وبتاخد ربع كيلو من اللحمة المفرومة او الصدوق او الفراخ زي ما انتوا حابين. بعد كده هجيب بولة احط فيها نص كيلو من المكرونة، وهنزل عليهم كده بكمية حلوة من البشاميل، وهقلبهم كويس جدا. ويلا بينا بقى نرص بقى الصينية بتاعتنا. اول حاجة حطيت بشاميل تحت، بعد كده نزلت عليهم بنص الكمية بتاعة المكرونة اللي هو ربع كيلو من المكرونة. وبعد كده حطيت بقى نص الكمية بتاعة اللحمة مفرومة اللي هي ربع كيلو. بعد كده حطيت زيتون مخلي ورشة كده من الجبنة الرومي، ممكن تحطوا جبنة موزاريلا او تحطوا اي حاجة عندكم، ممكن ما تحطوش حاجة اصلا. بعد كده حطيت النص التاني بتاع كمية المكرونة اللي اتبقى عندي، وسويته زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة الحشو مبقاش باين. ونزلت بقى بكمية كده من البشاميل فوق الوش لغاية ما يتغطى معايا كده الوش كله بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وههز كده الصينية عشان خاطر البشاميل ينزل تحت. بعد كده نعمل الصينية التانية برضو بنفس الطريقة. حطيت كمية كده من البشاميل تحت، وحطيت نص كمية المكرونة اللي احنا قلبناها مع البشاميل، وحطيت الربع التاني بتاع اللحمة المفرومة، وحطيت زيتون مخلي ورشة من الجبنة الرومي، وحطيت كمان الكمية التانية بتاعة المكرونة، ونزلت كده من فوق الوش عليهم بالبشاميل اللي اتبقى عندي. وكده يبقى معايا الصينيتين جاهزين. انا هنا حابه اقول لكم بقى البشاميل لو طلع معاكم تقيل ومكتل كده، تقدروا تخففوه بحليب. ولو طلع معاكم سايح ومش عارفين تلموه كده، حطوا معلقه كده من الدقيق عليهم شويه كده من الحليب وقلبوهم، وحطوه على البشاميل وهو على النار. وتقدروا تعملوا الطريقه دي لو البشاميل طلع معاكم سايح، وتحطوا على قد ما البشاميل يتظبط معاكم ويبقى بالقوام اللي انتوا شفتوه دلوقتي. بعد كده حطيتها تحت الشواية زي ما انتوا شايفين كده وطلعتها. كانت في منتهى الجمال. انا هنا قطعتها وهي سخنة، فعشان كده كانت بتتفرفت مني. انتوا تقدروا تسيبوها تبرد شوية وبعد كده تقدموها. وكده كانت معايا جاهزة بجد، كانت طعمها جميل، والبشاميل الصوص بتاعه تحفة. اعملوها بالطريقة دي وقولولي ايه رأيكم. انا ان شاء الله اجيلكم بوصفات تانية جديدة، واشوفكم المرة الجاية على خير وبألف هنا يا رب.